من اللقاء المقدم عن الجولة الرابعة عشرة للدوري الاحترافي لكرة القدم، تمكن عشية اليوم فريق الكوكب المراكشي من تحقيق فوز صعب على ضيفه الدفاع الحسني الجديدي بحصة هدف دون مقابل. محمد أمين نوري. مباراة وإن عرفت سيطرة شبه كلية لفريق الكوكب المراكشي، إلا أنها كادت أن تسقط في فخ الرتابة لولا مناوشات مهاجمي الفريق المضيف. الشوط الأول انتهى على إيقاع البياض ومحاولات محتشمة. فريق الدفاع الحسني الجديدي بحث عن مباغتة حارس فريق الكوكب المراكشي الذي ظل يقظا على الدوام. على الواجهة الأخرى وعند بداية الشوط الثاني، خالد السقاف كاد بقليل من الحظ أن يهز شباك الفريق الدكالي. استمر اللقاء ميالا للفريق الأحمر الذي حاول مرارا الوصول إلى مرمى الخصم، ليتأتى ذلك خلال الدقيقة 57 بواسطة إسماعيل كوشان الذي أراد أن يمرر، فاختارت الكرة أن تهتدي إلى الشباك لوحدها. والهدف الأول والوحيد لفريق الكوكب المراكشي، ما سيزيد الوضع سوءا للفريق الجديد طرد اللاعب محمد نور السيد، لتتضاءل فرص الفريق في العودة إلى المباراة التي انتهت بفوز صغير ذو أثر كبير على فريق الكوكب المراكشي. بالورقة الرياضية تنتهي المسائي